الرحمن الرحيم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد النهارده. انا عند بابا برضو كان عملت البطاطين بتاعتي، وجيت بقى طبعا ما يهونش عليا ان انا ما اعمل لهمش البطاطين، فقلت بقى ان انا اعمل لهم البطاطين بتاعتهم. فمليت البانيو اهون، وحطيت اريال من العادي اللي هو الاريال ده اهون، ومعايا بقى الكلوريكس اللي هو الكلوريكس العادي الابيض بردك. هفتح بس العلبة كده، فتحت الكيس، هبدأ بقى احط الكلوريكس كده. هحط الكيس كله، ما بيأثرش على الوان يا جماعة ولا اي حاجة خالص اهو، ما بيأثرش على الوان البطاطين، لان المية بتبقى كتيرة والربس وكده. هبدأ بقى ادي البطاطين اهي، افردها. هحط بقى واحدة كده في الجنب ده، واحط واحدة في الجنب ده. بنغسلهم بقى 2 2 3 3 يعني على حسب بقى. هبدأ بقى اطلع فيهم كده، ان انا بغطسهم برجليا. انت بس خدميهم من الربس يكون كويس، اللي هو الاريال او الاوكسي اي نوع يعني، والكلور. هي اي بقعه بقى لو في عندك اطفال مثلا، البقعه دي بقى ايه هتبقى جميله جدا. اهو غطست واحده. طبعا بقى وانا بطبخ كل شويه اعدي اديها بقى تغريزتين كده فيها، وبتتنقع، وفي الاخر اشطفها واسيبها بقى في الجنبين، الجنب ده والجنب التاني، زي ما انتوا شفتوا في الفيديو التاني بتاع البطاطين بتاعتي اهو. لما تكون بقى البانيو فاضي شويه كده وهما حاجه خفيفه، المره دي البطاطين انا عامله البطانيه، قلت هعمل الاتنين الخفاف مع بعض والتقيل مع بعضه، يعني اقسمهم علشان تبقى واسعه كده وتاخد كفوها ونقعها كويس وتبقى ريحتها حلوه اهو. هطلع بقى اسيبها بقى تنقع في الكلور شويه، عشان اما اجي انزل فيها تاني تكون خلاص بقى الكلور نزل كل بقعه فيها وكل حاجه اهي. وما حطيناش اي حاجه غير الاريال والكلوريكس بس، ما حطيتش اي حاجه تانية. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. ندخل بقى على المطبخ. المطبخ هنا طبعا شايفين المواعين اللي في الحوض، كوبايات برضو هنا هون حاطين كده الرخامه زي ما انتم شايفين اهي. هروق بقى كل ده كده. انا جايبه لهم هنا برضو خضار اهو، الفلفل اهون، جبت فلفل وجايبه خيار. احط بقى كل حاجه لوحدها كده اهي. خيار جميل كده وصبح كده وجميل. وجايبه لهم كمان ربطه كزبره اهي، هنعمل سلطه يعني. جايبه لهم حاجات السلطه. جايبه طماطم غاليه جدا الايام دي يا جماعه. عندنا الطماطم في ناس بتبيعها ب 13 جنيه و 15 جنيه، يعني مش عارفه ايه حكايه الطماطم دي.
يعني لو جبناها جامده قوي كده وحمرا، دي يعني كانت بتقولي ب15، انا جبتها منها ب12 ونص بالعافيه. في بقى اللي هي الوسط شويه او وش القفص زي ما بيقولوا، اللي هي تكون بس معوجه شويه كده، دي ممكن ب10 ب11. ده خيار بقى، بقيته خيار، نحط الخيار على بعضه. انا جايبه لهم بس حاجات سلطه يعني، احنا هنعمل اكله بسيطه كده، هعمل لهم اكله بسيطه بقى مع غسيل البطاطين وكده. اخترنا اكله خفيفه، هما بيحبوها جدا. بيحبوا الرز على العدس اللي هو الكشري اسكندراني. افتح بس الكيس اهو، عدس اصفر. قالوا لي اعملي حاجه خفيفه بقى مع غسيل البطاطين كده، وكنت جايه من الشغل. هنقي بقى الرز كده، لو في قلبه حاجه عفشايه اي حاجه ما شاء الله نضيف. هنعمل بقى الكشري ده. هقللهم كمان بطاطستين شيبسي اهو. هعمل دي صوابع كده، واعمل سلطه، واعمل ده، واجيب بيض وهسلقه لهم، ويبقى اكله خفيفه النهارده كده ونعديها يعني. خد بقى الكوبايات هنغسلها، بس عاوزه الاول انا غسلت طبعا ده نقيته، هحط عليه بقى العدس عشان يتغسلوا مع بعض. برضو هبص في العدس كده في قلبه عفشية حاجة، بصة أخيرة كده اهو، بيبقى ساعات في قلبه حاجة كده اهي. هغسله بقى. طبعا بقى النشا بتاع الرز والحاجات اللي هي البيضة دي انا هرميها الاول من قبل الاخرام عشان تنزل بالحاجات اللي هي اللي مش نظيفة دي الاول كده. المية بتطرد اي بقى عفشية مش شايفينها، اي حاجة، اي حاجة مش نظيفة بتطلع على الوش اهي. برضو كده ادعكه كده بايديا. نشغل بقى الشفاط كده اهو، نطلع بقى الروايح. نشغل بقى ولع العين. الزيت بقى اللي هو الذرة النضيف وبحط منه كده اهو. ومعايا هنا شايفين زبدة بلدي، بقطعها كده بالسكينة وباخد منها مكعب مع الزيت. هو ده استعمالنا في الاكل على طول، ما بنعملش اللي هي السمنة الصفايح بقى واللي هي المهدرجة وكده، غلط جدا. الدكتور نصحنا ان دي احسن واخف منها كمان، فبناخد يعني يعتبر يعني شفتوا المكعب ده او المكعب ده كده على شوية الزيت خلاص يعني اهو. اول بقى ما تسيح بقى ولونها يتغير كده وتصفر، بقوم حاطه عليه بقى الايه، البطاطس قطعتها هي وكنت نقعاها. هاخد بقى الزيت ويلا بينا كده بقى نحط في الطاسه اهو. نحمر بقى البطاطس، نصفي بقى الميه. الزيت قدح بقى هون، حط بقى البطاطس. بالراحه على ايديكم عشان بتنطق.
بصوا بقى يا جماعه، انا جايبه البيض، فهو طبعا من المكان اللي شفتوا النشاره بتاع الخشب اللي بيبقوا فرشينها تحته والريش ومعرفش ايه وكده، هو جه في الكيس كده. فانا بجيب الليفه بتاعت بجيب ليفه تكون عندي مثلا كده وبمسكه، عشان لو بيضه اتفتحت في الميه غصب عننا واحنا بنسلقها ونعملها يبقى نضيف ومعقم اهون. مش طبعا مش بيوصل له حاجه من اللي جوه، بس بحس ان هو نضيف كده. طبعا مش عارفه امسك الواحده، انا بمسكها بايديا الاتنين وكده. فانا هغسله كله بقى واحطه في الحله النظيفه دي، احط عليه ميه نظيفه عشان الاكل بقى كده. ونديها بقى ايه غسله كمان ونلف كده كده. بيريح بقى ان ما نعملش الشغلانه دي تكون مثلا ايه تاخد وقت معانا او اي حاجه، لا في وسط الشغل كده يعني. هما مش منزلين ميه يعني، على فكره نضاف يعني. تشوف الميه نضيفه والله، بس بقى بيدي ريحه حلوه كده. لما تيجي بقى تغطى بيها تبقى منعشه يعني، واخده بقى الغسيل ساعتها. الحمد لله الحمد لله لسه الدنيا ما مطرتش عندنا يعني، علشان حظي ان انا الحق اعملها لكم عشان ما يزعلوش، عشان ربنا يكرمنا كده ان احنا لما نعمل حاجه لامنا وابونا يقعد لنا في عيالنا. ولادنا بقى ايه اول ما نكبر كده ومبقاش حد مش عارفه اعمل حاجه وما كنتش قادره، باباهم محتاج حاجه يقفوا جنبنا كده. الحمد لله احنا كنا 3 بنات وانا جبت 3 بنات، فان شاء الله ربنا يكرمني زي ما كرم ماما وبابا بينا كده ونخدمهم. احنا بنتين مع بابا وماما، ولنا اخت متجوزه في اسكندريه. فطبعا هي بقى مش عارفه تيجي بقى وتعمل معانا، فاحنا ما شاء الله احنا شايلينهم في كل حاجه، بنطبخ لهم ونغسل لهم ونوضب اللي بابا بيقدر عليه بيعمله. وماما تعبانه بقى ربنا يديها الصحه، يا ريت تدعوا لها يعني بالشفا كده. اهي شويه كده نطلع بقى نروح على المطبخ تاني. حطيت البطاطس التانية اهي وطلعت دي، رش عليها اللي بتطلع بقى، رش عليها ملح كده، رش عليها شويه كمون اهو وفلفل، تديها بقى ريحه جميله. مش عايزين بقى نكتر في الفلفل وما تحطليش فلفل. نيجي بقى الناحيه دي ننزل بقى شويه كده اهو. ومعايا هنا بقى السلطه اهو، جبت كزبره وخيار اهو وطماطم وليمون والفلفل تحت اهو. بغسل كل ده بقى كده عشان اقطعه. هنا بقى يا حبايبي اهو الزبده ساحت، انا كنت طفيت عليها علشان الكشري يدنه سخن عم اعمل البيض بقى والبطاطس والحاجات دي عشان ما يبردش، فسبته للاخر فطفيت عليه. وبعدين ولعت عليه تاني اهو لما عملت الحاجات دي. وطبعا كله ناشف، هحط كله واخد له تشويحتين كده. هي أكلة مغذية جدا يعني ما شاء الله، فيها بروتينات اللي هي العدس والنشويات رز والبطاطس نشويات، وبروتينات كمان البيض، يعني البيض بروتينات وهو والعدس ونشويات والألياف اللي هي الخضار. يعني بصوا وجبة متكاملة من جميع الاتجاهات يعني، حتى ممكن تنفع للرجيم بس ما نكترش الرز قوي، وتنفع للرجيم كمان. البيض والعدس بروتين ونشويات والياف، يبقى كده وجبه متكامله.
بصوا بقى كل الحبوب اتغلفت اهي بالزبده. تقلبي كده هتتغلف وتتشمع معانا. وبعدين بقى نحط الميه اهي، الميه غطته. هبدأ بقى احط الملح دي بالمعالق الصغيره، نحط 3 معالق. وعاوزه تدوقي بقى تشوفي الحدقه او كده، انا ببقى يعني ايدي بقى خدت ميزان من كتر ما بعمل. خلاص كده اغطيه بقى واسيبه لغايه ما يغلي، وبعدين اوطي عليه. بقى انا كومتهم على بعض وصفوا الميه، هبدا تاني اقفلها اهو واعدل كده اهو. افرد بقى ده كده زي ما كنت فرداه، واسيب بقى الميه النظيفه تملى عليها تاني اشطفها بقى. شايفين انتوا بقى لما الميه عملت من عليها لمعت بقى وبيضت ازاي اهي. الثانيه اهي، شايفين الفروه بتاعتها نشفت ازاي، ما شاء الله عليه اهو. هسيبه بقى يملى براحته. البوتاجاز اهو من على الوش بس كده بقى، مش هشيل عيونه ولا اي حاجه. نعملهم ننضفهم كده، والتنظيف العميق بتاع العيون والحاجات دي بعدين بقى ان شاء الله. بخليه في يوم لوحده بقى، ما يكونش فيه بقى ولا بطاطين ولا حاجات من دي، ونعمل بقى تنظيف عميق. بس بنضف لهم كده دايما. عندي قاعده كده بتاعه الحله الاستانلس كانت اتفكت، بغطي بها العين الكبيره عشان ما تتمليش دهون، عشان زي ما انتوا عارفين ان العين دي ما بنستعملهاش كتير. طبعا لسه الكشري على النار، فانا قلت اما اعمل الناحيتين دول كده انضفهم، عشان انا مستعجله طبعا وعاوزه اروح لسه هعمل حاجات في الشقه بتاعتي، فخلص لهم كده. الوقت اليوم قصير جدا في الشتاء. كده خلصت البوتاجاز اهو ما شاء الله نضف وكل حاجه. هظبط بقى الباقي. بصوا حبايبي، هنا السلطه اهي على بعضها، وهنا البطاطس، هنا البيض. الكشري اهو ما شاء الله استوى بقى ومفلفل وجميل خالص اهو. طفيت عليه، بس انا مش هغرف اي حاجه علشان هم مش هياكلوا دلوقتي، انا بعمل لهم الاكل وبمشي، هياكلوا كمان شويه، فمش هقدر اقدم لكم الاكل بقى في الاطباق وكده. هي دي كميه هي حلوه وهو. والبيض هيقشروه ساعتها عشان يدنه دافي، هغطي عليه وروقت هنا بتاع الشاحن. روقت هنا الرخامه اهي خلاص. هنا دي المواعين اللي انا غسلتها كلها وخدت منها كمان، استعملت هنا. وادي الحوض وادي الارضيه، هلمعها بقى كده. بلمع بقى الارضيه بالشرشوبه هلمعها. يلا بينا بقى نروح نشوف البطاطين. ادي بطانيه اهي، والبطانيه التانية. ونضفت بقى البانيو. الارض بقى هي اللي عايزه تتمسح شويه اهي. همسح الارض هنا وفي المطبخ، وهنهي معاكم الفيديو بقى. كان اكله خفيفه كده وروتين خفيف. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه. فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناه.